ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. انا عمرو الشيخ، والنهارده هقول لكم على اجمد 10 لعب تقدروا تبداوا وتلعبوهم على بلاي ستيشن 5 دلوقتي. لو انت عندك بلاي ستيشن 5 ومش عارف تلعب ايه اليومين دول، يبقى كمل معايا الفيديو وانا هقول لك على 10 لعب اللي عجبوني جدا وانصحك بيهم، ومنهم 8 انا خلصتهم فعلا. بس قبل ما ابدا عايزك تكتب لي في كومنت اسم اكتر لعبه انت بتحبها في بلاي ستيشن 5. طبعا متوقع تلاقي جاد اوف وور راجناروك على قائمه التوب 10 جيمز. اللعبه اخذت جيم اوف ذا يير في سنه 2022، وهي جزء جديد بيكمل على جاد اوف وور اللي نزلت في 2018 على بلاي ستيشن 4. هتلعب بشخصيه كراتوس وابنه اتريوس في عوالم مختلفه، وهتحارب آلهة ووحوش، وكمان هتواجه فريا وثور وأودين وشخصيات تانية كتير. الصورة في اللعبة دي تحفة بصرية، سواء الشخصيات أو المشاهد نفسها، بس اللي خليني أحب اللعبة دي بجد هو القصة، ده غير طبعا الحركة سلسة جدا، لان اللعبه بتوصل ل 120 فريم في الثانيه، وبتدعم الفاريبل ريفريش ريت، فالحركه دايما سلسه جدا حتى في مشاهد الضرب او الفايتس. مش لازم تكون لعبت جاد اوف وور اللي فاتت عشان تفهم اللعبه دي، بس كده كده في فيديو ملخص الاحداث في اول الجزء ده. وعن نفسي انصحك تلعب الجزء الاول عشان تقدر تستمتع بالقصه صح، ولان بلاي ستيشن ما بقتش تعمل تروفيس على حسب صعوبه اللعبه، فهتقدر بسهوله تجيب البلاتينيوم في جاد اوف وور. لو بتدور على لعبه تتحرك فيها براحتك وتتمرجح كده من سطح لسطح، يبقى لازم تجرب سبايدر مان مايلز مورالز، وهي بتكمل على سبايدر مان الاصليه اللي بتحكي قصه بيتر في اوروبا. مايلز مورالز بتحكي قصه السوبر هيرو بتاعنا في نيويورك. القصه قصيره، يعني تقدر تاخد منك من 8 ل 10 ساعات، ودي تعتبر مده قصيره للعبه سنجل بلاير. مشاهد الفايت هتحسها متكرره شويه، بس برضه لذيذه، والقصه حلوه جدا. وكمان عجبني جدا اللعب بشخصيه مايلز. الفاريبل ريفريش ريت بيوصل ل 120 هرتز لما بتختار بيرفورمانس مود او الري تريسنج بيرفورمانس في الفيجوال مود، وانا عاده بختار البرفورمانس مود ده لان سلس جدا. انا لعبت اللعبه دي 32 ساعه، والصوره والحركه فضلوا سلسين جدا، والمشاهد فعلا ممتعه جدا وانت بتتفرج عليها. تالت جيم عايز اكلمك عليها هي راتشت اند كلانك ريفت ابارت، وهي لعبه سهله مسليه وممتعه جدا وانت بتتفرج عليها، وبتستغل امكانيات الدول سنس كنترول كويس جدا. فيها شخصيات كتير هتحبها زي كلانك وريفيت، وطبعا دكتور نيفاريوس اللي ادى لنفسه لقب سوبر فيليان. لعبتها حوالي 20 ساعه تقريبا، فاضل لي فيها حاجه بسيطه على البلاتينيوم، بس بال 120 هرتز والفي ار كانت الصور دايما تحفه. اللعبه دي فيها 75 اصدار في السلسله بتاعتها، تقدر طبعا تلعبهم كلهم عشان تفهم قصه الشخصيات احسن، بس مفيش مشكله لو قررت تبدا من الجزء ده على طول. هي طبعا اجملهم من ناحيه جوده الصوره والمشاهد، هتشوف ده وانت بتتنقل من مستوى للتاني. اللعبه اللي هكلمك عليها دلوقتي تعتبر لعبه لبلاي ستيشن 5 بس، عشان هي ريميك من الاجزاء اللي نزلت لبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4. اول جزء منها اسمه لاست اوف اس بارت 1 نزل في 2013 لبلاي ستيشن 3، وبعدين لبلاي ستيشن 4. دلوقتي اتعمل ريميك لبلاي ستيشن 5، فهتلاقي معظم الناس لعبوا اللعبه دي قبل كده. مع انها معروفه وبقينا متعودين عليها شويه، هي برضه بالنسبه لي من احسن اللعب اللي نزلت في تاريخ بلاي ستيشن، وده لانها محتفظه بنفس قصه الجزء الاصلي، لكن التطور من الناحيه البصريه، اقصد هنا الصور والحركه والمشاهد، هتخليك تحس كانها لعبه جديده تماما. فانا مثلا لعبتها على بلاي ستيشن 3 وكمان بلاي ستيشن 4، لكن برضه لعبتها على بلاي ستيشن 5 ووصلت للبلاتينيوم. هتلعب بجويل والي بس فتره قصيره وانت بتتحرك في امريكا بعد الابوكليبس، وهتلاقي الانفكتد في كل مكان، في الرانرز وفي البلوترز، وطبعا الكليكرز اسوأهم. اللعبه طبعا لفتت الانظار الفتره اللي فاتت، وبقى كله بيتكلم عنها، خصوصا مع نزول مسلسل ليها على HBO Max. وانتاج المسلسل ده كان قرار عبقري، لان فعلا القصه من احلى قصص الجيمز اللي لعبتها في حياتي. خامس لعبه هي لعبه ستري، نزلت في نص 2022. هي اكتر لعبه بسيطه على بلاي ستيشن 5، ورتمها هادي وفي نفس الوقت مسليه جدا. بتلعب بشخصيه قطه تاهت من عيلتها، وبتعدي 12 ليفل، بتحل بازل وبتساعد ناس من مدينه سايبر سيتي اللي بتدور فيها القصه، وطبعا بتهرب من الاعداء. في القصه بشكل عام ما فيهاش تويست ولا فيها مفاجآت كتير. انا قفلت اللعبه بس رجعت اكمل تروفيز عشان اوصل للباتريوم. القصه كمان قصيره، واللعبه بتاخد من 5-6 ساعات تقريبا عشان تكمل القصه الاساسيه. فلو انت بتحب القطط او ليك في الادفنشر جيمز المختلفه شويه، فانصحك تجرب اللعبه دي، هتعجبك. لو انت ما تعرفش، خليني اقول لك ان بلاي ستيشن 5 بتيجي عليها لعبه استروس بلاي روم، ومع انها لعبه مجانيه لكنها واحده من اكتر اللعب المسليه. لو انت لعبت استرو بوت على بلاي ستيشن 4 هتعرف اكيد مين ده، وهتتحرك براحتك تكتشف زونز مختلفه في بلاي ستيشن 5 بتاعتك
اللعبه فيها مفاجآت هتكتشفها وانت بتلعب. يعني مثلا ممكن تلاقي جهاز البلايستيشن 5 والاكسسوارز القديمه، وعايز اقول لك ان الجزء ده لوحده في اللعبه ممتع ومسلي جدا. وانت بتلعب وبتعدي من ليفل لليفل هتشوف ازاي كل تحدي في اللعبه بيستخدم امكانيات البلايستيشن 5 كنترولر بشكل مدهش. يعني مثلا في ليفل زي البوت والريندر بيتش فورست والجاستي جيت واي هتحس فعلا بجمال الهابتك فيدباك والادابتيف تريجرز، وتشوف فعلا قد ايه الدول سنس كنترولر ده اختراع رهيب. وبالنسبه لي ده سبب كافي يخليك ان انت تلعب اللعبه دي طالما عندك بلايستيشن 5. ما نقدرش ننكر ان اطلاق جراند توريزمو 7 كان كارثي، بس لو انت عاوز لعبه سباق بجرافيكس كويسه وعربيات متنوعه كتير تلعب بيها، فجي تي 7 هتقدم لك اللي انت عاوزه. منيوز اللعبه هتتلخبط شويه بتصميمها اللي شبه الخريطه ده، بس التعديلات اللي تقدر تعملها والصوره وقت السباق نفسه هايلين جدا. انا احيانا بقضي ساعات وانا بلعب اللعبه دي، حاليا بلعبها ب 60 فريم بير سكند على بلايستيشن 5، وده مخلي الحركه سلسه جدا. انا عارف طبعا ان المفروض العبها بستيرنج ويل بدل الكنترولر، بس اللعبه ممتعه جدا حتى بالكنترولر. لو في لعبه ريس شايفها افضل من جراند توريزمو 7 اكتب لي اسمها في الكومنتس. اللعبه اللي بعدها هي هورايزن فوربيدن ويست، وهي لعبه اوبن لود. هي واحده من اكتر اللعب على بلايستيشن 5 اللي هتجذبك بالصور والمشاهد اللي فيها. بتحكي على فتره ما بعد نهايه العالم، بتصور مستقبلي عن الروبوتس على شكل ديناصورات سيطرت على العالم. انا شايف ان قصه الحرب والاوبن وورلد ومشاهد وشكل العالم اللي بتتحرك فيه كل ده هيخليك تحب اللعبه جدا. طبعا اللعبه دي بالتكمله على اصدار بلايستيشن 4 كان اسمه هورايزن زيرو داون، فلو انت لعبتها يبقى هتحب الجزء الجديد ده. الصوره فيها سلسه جدا لو اخترت البرفورمانس مود على ريفريش ريت ال 120 هرتز، وبيدعم كمان الفي ار ار. انا قدرت اقفل اللعبه في 45 ساعه وكام ساعه كمان واخلص كل التروفيز بتاعتها. لعبه رقم 9 في الليست بتاعتي هي ريتيرنر، بتحكي قصه ست اسمها سيلين. المركبه بتاعتها اتدمرت وهي بتنزل على كوكب غريب، وفضلت لوحدها على الكوكب. سيلين البطله عايشه في دايره مغلقه، يعني كل مره سيلين بتموت وتعيش تاني بتبدا من اول من عند المركبه متدمره، وكل الحاجات اللي جمعتها بتروح. بيفضل بس المعلومات والابجريدز في بلده سيلين، ومنها سيف الين كاتانا الجامد ده. الريتيرنر عامله ميكس جميل بين العاب الاكشن الشوتينج والساينس فيكشن والمايستري، بتقدم بشكل رائع واللعبه سلسه جدا. اللعبه هتعودك على المثابره وانت بتبدا كل مره من اول بعد ما تموت، وفي نفس الوقت فيها توازن بين الحاجات اللي بتتغير عشان تحسسك بالتجديد والمغامره، وبين الحاجات الثابته عشان تسمح لك تفهم اللعبه احسن وتتقدم وتفهم ازاي تتعامل مع كوكب اتروبو وطبيعته القاسيه. طبعا الصور والمناظر تحفه، واللعبه كسبت جوائز كتير عشان الموسيقى التصويريه بتاعتها. الهابتك فيدباك تاثيره حلو جدا في اللعبه، هيحسسك ان كل سلاح ليه وزن. كل ده عوامل تخليني اقول لك ان ريتيرنال لعبه لازم تجربها على الاقل عشان تحس بشويه من الرعب اللي السنين بتشوفه من خوذتها المشوخ. اخر لعبه معانا يكفي ان اقول لك ان اللعبه مشترك في كتابه قصتها جورج مارتن مؤلف مسلسل جيم اوف ثرونز. إلدن رينج هتقدم لك كل اللي ممكن تعوزه في لعبه رول بلاينج في عالم مفتوح او اوبن وورلد. اللعبه مختلفه تماما عن اي لعبه انت جربتها قبل كده. انت بتتحرك في عالم مفتوح كل شويه بتكتشف فيه حاجات جديده، هتلاقي طيارات متدمره وغابات كلها مليانه اعداء تحاربهم، ده غير سجون مطلوب تنهبها، وهيك كمان هتلاقي صوابع مقطوعه ممكن تجمعها لو عاوز. شركه فروم سوفت وير ما اكتفتش باسلوبها المعتاد في الجيمز بتاع القصه المشوقه والفايتس والتحديات كتير، لكن اضافت حاجات كتير تشدك اكتر اللعبه. اما انها عملت لك عالم متكامل تقدر تتحرك فيه وتكتشف اسراره وقصص براحتك، فانت اللي بتقرر عايز تعمل ايه وتروح فين. فلو مثلا شفت طريق جانبي وانت في نص مهمه تقدر تمشي فيها عادي، ولو ماشي وشفت قلعه من بعيد تقدر تروح لها حتى لو مفيش علامه كويست عليها، بس ممكن لما تستكشفها تلاقي كنز قديم او عدو جديد او بوابه لمكان تاني خالص، مين عارف. فمجرد ما تفهم تدور ازاي هتلاقي دايما حاجات جديده تكتشفها في العالم الواسع والغريب ده. العاب تانية على بلايستيشن 5 انصحك تجربها. اللعبه اللي كنت عليها النهارده دي كلها جيمز مفضله عندي، جربتهم كلهم وبسطت بيهم جدا، بس في العاب تانية تحفه برضو لكن لسه ما جربتهمش او جربتهم بس ما كانوش في التوب 10 بالنسبه لي، زي مثلا مودرن ويرفير 2 وورزون، وطبعا كينا بريدج اوف سبريتس وديمون سويلز وجوست اوف ساشيما ومجموعه انشارتد. دي لعبتها اكتر من مره، ومؤخرا كمان بدات العب نيد فور سبيد انباوند وعجبتني جدا. هي نزلت على بلايستيشن 5 بس ما نزلتش لسه على بلايستيشن 4. طبعا العاب بلايستيشن 4 متاحه بالباكورد كومباتيبلتي، بمعنى ان اي لعبه بتلعبها على بلايستيشن 4 تقدر تلعبها تاني على بلايستيشن 5، ده غير بلايستيشن 5 بلس كوليكشن. انا شايف ان ده افضل مكان ممكن تبدا منه طالما عامل سبسكريبشن في بلايستيشن بلس. هتلاقي كل الجيم زي دايز جون وجاد اوف 4 وديترويد وحاجات تانية كتير هتعجبك. اكتر لعبه بحبها على بلايستيشن 5 هي اللي كلمتك عليها النهارده جاد اوف 4
ولاست اوف اس الجزء الاول. الاتنين قصتهم هايله وبتشدك جدا. ما تنساش تكتب لي في الكومنتس ايه اكتر لعبه بتحبها دلوقتي، ولو عجبك فيديو النهارده ممكن تتفرج على الفيديو التانية بتاعتي اللي بلايستيشن 5. ما تنساش تعمل لايك المتين، ولو مش مشترك في القناه اعمل سبسكرايب وشغل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل جديد وما تفوتش الفيديوز الجاي. ممكن كمان تتابعني على فيسبوك وانستجرام، هتلاقي اللينكس في الديسكريبشن تحت الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.